السلام عليكم ورحمة الله. في أخبار المغرب والبوليساريو: جديدة قضية الصحراء المغربية، يصدم البوليساريو والجزائر. في مقال تم نشره على صحيفة هسبريس الإلكترونية وعنونت: جديد قضية الصحراء المغربية، يصدم البوليساريو بالواقعية القانونية والسياسية، حيث أشارت الرسالة المستعجلة التي وجهتها جبهة البوليساريو الانفصالية إلى رئيس مجلس الأمن الدولي السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا موجة من التفاعلات السياسية والحقوقية. وقد تضمنت مراسلة الجبهة إبداء البوليساريو الاعتراض الصريح على المسودة الأمريكية المتعلقة بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المينورسو، ووصفت المشروع بأنه ينحاز بشكل واضح للموقف المغربي. واعتبر رشيد الأزرق رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات أن الخطوة تمثل ردة فعل سياسية تعبر عن ضيق الجبهة من التحول الملموس في الموقف الدولي تجاه مبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي أصبحت توصف في أدبيات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأنها الأساس الجاد والواقعي لتسوية النزاع. وأوضح الزرق ضمن تصريح لإكسبريس أن الرسالة من حيث الشكل تعيد إنتاج خطاب تقليدي يستند إلى مفهوم جامد لتقرير المصير كمرادف للانفصال، في وقت أصبح القانون الدولي الحديث يقر بتعدد مستويات هذا المبدأ ويدرجه ضمن ما يعرف بالتقرير الداخلي للمصير، أي تمكين الجماعات المحلية من تدبير شؤونها ضمن سيادة الدولة الأم. وأكد الشرقاوي الروداني الخبير في الدراسات الجيوستراتيجية والأمنية أن الرسالة الأخيرة للبوليساريو تأتي في وقت يعرف ملف الصحراء المغربية تحولات إيجابية متسارعة تبرز ملامح مقاربة دولية جديدة تتجه نحو إقرار سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية كحل واقعي وشرعي ومستدام ينسجم مع قرارات مجلس الأمن، خصوصا القرار 2602 الذي صدر سنة 2021 والقرار 2654 الذي صدر سنة 2022 وكذا القرار 2703 الذي صدر سنة 2023 التي شددت على حل سياسي قائم على التوافق والواقعية. وأشار الروداني ضمن تصريح الهسبريس إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تتبنى رؤية أكثر شمولا للملف تركز على إطلاق حوار مباشر مع الرباط والجزائر، انطلاقا من قناعة بأن استمرار النزاع يعطل دينامية الاستقرار الإقليمي ويضعف المنظومة الأمنية في شمال إفريقيا والساحل. وقال الخبير ذاته في هذا الصدد إن هذا التوجه يلتقي جوهريا مع الخطاب الملكي السامي لعيد العرش الذي دعا فيه جلالة الملك محمد السادس إلى مفاوضات لا غالب فيها ولا مغلوب، وهي صيغة سيادية تعبر عن عمق الرؤية المغربية القائمة على المصالح التاريخية والتنمية كشرط للسلم. وفي تحليله لخطاب جديد للجبهة حول ما تسميه اقتسام فاتورة السلام، يرى الروداني أنه لا يعكس انفتاحا حقيقيا نحو التسوية، بل محاولة رمزية لإعادة التموضع في لحظة تآكل شرعيتها السياسية والعسكرية. وأوضح الخبير أن هذا الخطاب يستعيد مصطلحات تاريخية من حقبة حركات التحرير في إفريقيا خلال السبعينات، لكنه في الحالة المغربية يفتقد أي سند قانوني أو سياسي، لأن المغرب لم يحارب كيانا معترفا به دوليا، بل واجه تنظيما فاقدا لصفته الدولية. وواصل المتحدث تحليله بالتأكيد على أن فاتورة السلام الحقيقية تسدد اليوم عبر مشاريع التنمية والسيادة والاستقرار المغربي، لا عبر شعارات التحرير التي تجاوزها التاريخ، خاتمة بأن مقترح الحكم الذاتي لم يعد فقط مشروعا سياسيا، بل أصبح حاجزا جيوسياسيا ضد الفوضى في المنطقة، ما يجعل دعم هذا الحل استثمارا في أمن واستقرار المنطقة المغاربية والإفريقية ككل. إلى هنا انتهى خبر اليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.